هذا الدورة 52 ديال المهرجان الوطني للفنون الشعبية اللي غادي تعرفوا مدينة مراكش من 22 إلى 26 يونيو. غادي يكون إن شاء الله مهرجان متميز أولا العدد ديال الفنانين، العدد اللي هو كبير ديال الفنانين اللي غادي يشاركوا، اللي هما ما يزيد على 670 فنان، بحيث انها اكبر تظاهره اللي كيعرفها المغرب بالنسبه للتراث الفني. ثم كذلك عندنا 33 فرقه، نص فيها غادي يلعب في الموقع الرئيسي، اي العرض الرئيسي اللي غادي يكون في هذا العام المسرح الملكي عوض البديع نظرا للاشغال التراثيه اللي كاينه في البديع. ثم الاخرين يعني ما يزيد على 30 ديال الفروق غادي تكون في الساحات ديال جامع الفنا، ساحه الحارتي، منتزه مولاي الحسن، باب جديد. وعادي يشاركوا كذلك واحد العدد ديال الفروق اللي هي اجنبيه، فيهم جوج الفروق افريقيه وفرقه اللي هي فرقه ضيفه الشرف اللي هي فرقه المانيه. وهاد الفروق الاجنبيه غادي تحاول تعمل بعض لي فيزيون، ما يسمى بلي فيزيون، ما بين الفروق المغربيه والفروق الاجنبيه، وكذلك غادي نحاولوا نعملوا دي فيزيون ما بين الفروق المغربيه فيما بينها. فاذا كنتمناو ان شاء الله الناس مراكش يجيو يتفرجوا، يجيو يشوفوا هذا الفن الجميل والغني ديال البلاد، لانه المهرجان ديال الفنون الشعبيه ديال مراكش هو يمكن نقولوا اغنى وابدع واجمل واكثر تنوعا من المهرجانات ديال الفنون الشعبيه في جهات اخرى. فلهذا بغينا الناس يجوا يتفرجوا لا في الساحات ولا في المسرح الملكي، ونتمنى لهم ان شاء الله فرجه طيبه. وهذه هذا الشيء غادي يشجع الفنانين باش يمكن لهم يستمروا في هذا الفن ديالهم الجميل، وباش كذلك يهيئوا لنا الخلف، خير الخلف لخير سلف. لا، هو ما عادش يكون بحال البديع هو الموقع الاحسن المناسب بالنسبه للمهرجان، ولكن مع الاسف ما يمكنناش نديروا البديع. اشنو اللي جنب بعد البديع؟ هو ما كاينش ما كان احسن من المسرح الملكي، اللي هو كذلك لا من ناحيه الساعه ديالو ولا من ناحيه ديال البناء ديالو، الشكل ديالو، داكشي كله. كنظن غادي نتكيفوا معاه من ناحيه الاخراج، وان شاء الله غادي يكون دوره جميله كثيره.